السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. النهاردة هعمل لكم مشبوس اللحم الكويتي. وصفة هتعجبكم جدا. دلوقتي هنجيب حلة فيها معلقتين سمنة على النار، وهنشوح اللحمة حوالي نص كيلو لحمة او اكتر زي ما تحبوا، يعني على حسب عدد افراد الاسرة. بنشوحها لحد ما لونها يتغير زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنحط لها بصلة كبيرة متقطعة وبنقلب، والتوابل كزبرة ولومي وقرفة ورق لورا وفلفل اسود، وبنقلب حضراتكم كده زي ما انتم شايفين عشان الطعم كله يتجانس مع بعض. وبنحط ميه مغليه حوالي لترين ميه، دي اللي بتستوي فيها اللحمه وتعمل شوربه. وبنقلب كده تقليبه، وبنغطيها بقى تستوي براحتها، تاخد لها مثلا ساعه ونص كده على حسب نوع اللحمه. زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمه كده استوت وعملت شوربه جميله. بنطلعها في طبق كده عشان بعد كده هندهنها وهتخش الفرن. شايفين لون الشوربه جميل ازاي من التوابل الجميله اللي احنا حطيناها دي. بنعين بقى الحاجات اللي فيها الورق اللورا والحاجات دي والكزبره علشان ما تجيش في الرز وكده، عشان الشوربه تبقى تبقى نقيه. بننزل الرز المغسول والمنقوع حوالي نص ساعه، وبنديله تقليبه كده، وبعدين بنغطيه. بيبقى حوالي فوق الرز بعقله كده. بنحط بودره زعفران في طبق فيه حبه ميه عشان هندهن منه اللحمه زي ما حضراتكم شايفين. بنجيب صاج كده او صينيه مدهونه، ونحط نص اللحمه اللي احنا سلقناها، وبنحط عليها بودره الزعفران دي عشان تخلي لونها جميل وطريه كده وحلوه. وبنحطها في الفرن بقى تحت الشوايه. هنجيب طاسه فيها زيت ولا سمنه، بنجيب بصله وبنقلبها لحد ما لونها يكرمل زي ما حضراتكم شايفين كده. هتشوفوا اللون دلوقتي، شايفين؟ بنحط عليها كوبايه شوربه عشان تسوي طبعا البصله وكده. وبنحط نص كوبايه حمص مسلوق ونقلب برضو. ده يعتبر بقى الحشو والحاجة اللي هتاكل مع الرز. ونص كوباية زبيب منقوع شوية ونقلب، بقى طعمها جميل جدا. والتوابل بقى ملح وفلفل وقرفة وكركم زي ما حضراتكم شايفين كده. بنقلب بقى تقليبة حلوة عشان كله ياخد من بعضه. بنفضل نقلب لحد ما تشرب المقادير دي، تشرب تشرب كوباية الشوربة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنحط حبة زيت صغيرين كده في الآخر. شايفين دلوقتي فيها صوص، بعد شوية مش هتلاقوا فيه صوص خالص. شايفين؟ دي بقى اللي بتتقدم مع الرز، بقى طعمها حلو قوي. بنركنها بقى على جنب كده شوية. اهو الرز اتشرب زي ما حضراتكم شايفين كده. بننزل بقى الخليط اللي احنا عملناه ده، الحشو ده، على جنب كده، جنب في الحلة. والنص التاني ده شايفين الرز اتشرب ازاي. بودرة الزعفران المتدوبة في شوية مية بنسقسق بالمعلقة كده زي ما حضراتكم شايفين. ليه؟ عشان تدي لون اصفر جميل وطعمه برضو حلو قوي. وبعد كده بنغطي عليها ونسيبها تستوي براحتها. بنجيب حلة فيها معلقة زيت، بنحط كم فص توم مدقوقين كده، بنقلبه عشان هنعمل دلوقتي سلطة الدقوس اللي بتتاكل جنبيها. معلقة صوص حار، وبنقلب عشان تبقى سبايسي وحلوة. بنجيب 4 طماطميات نضربهم في الخلاط مع نص كوباية مية، وبنقلب بنحطهم عليهم ونقلب عشان نعمل سلطة الدقوس اللي هي الكويتية. بنحط ملح وفلفل اسود بس، ونقلب لحد ما تتسبك زي ما حضراتكم شايفين كده. تقعد 5 دقايق على النار كده. بنقفل عليها وتهدى شوية، وبنصبها في طبق التقديم جنب الرز. ايه رأيكم في اللون؟ حاجة تستاهل بقكم، تفتح نفسكم على الأكل. الوقت الرز استوى زي ما حضراتكم شايفين. شايفين مفلفل وجميل ازاي.
بنبتدي نحطه في طبق التقديم ونرصه برصة حلوة كده عشان ايه يفتح نفس اللي ياكل. وبعد كده بنحطه في ايه الحشوة زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان كل حبة رز يبقى فيها ايه حبة من الحشوة. ارجو بقى ان الوصفات اللي انا بعملها دي تعجبكم، والقناة تبقى كويسة كده فيها اشتراكات حلوة، بفضل دعواتكم وان انتوا تقفوا جنبينا وكده. وبعد كده بنحط بقى ايه اللحمة خلاص اهي اتشوحت في الفرن، بنرش عليها حبة فلفل اسمر وبنرصها زي ما حضراتكم شايفين كده. وإذا عجبتكم الوصفات اعملوا لنا بقى شيروا بقى المقاطع ديت وكده، يعني عشان القناة ايه تشتهر بيكم. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.